مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بالنسبه للناس اللي بتسالني على الغساله زانوسي ال5 كيلو اهي، الغساله زانوسي ال5 كيلو، ان هم عايزين برنامج قليل. فانا قلت لهم يا جماعه البرنامج القليل خالص اللي هي الدوره بتاعته خفيفه جدا، بس دي مش معنى كده ان انت مثلا تحطي لي فواتح وتقولي لي ان انت هتعمليها على البرنامج ده، لا. الفواتح بتبدا معانا من 90 اللي هي السخنه جدا، ماشي، و60 و60 و40 و40. طبعا انت لو عايزه المده بتقل شويه بيبقى من بعد ال 30 دي وانت ونازله لتحت. طيب انا جيت دلوقتي اعمل معاكم عملي دلوقتي. بصوا بقى، انا حطيت هدوم اهي، هدوم دي كلها هدوم دي عايزه تتغسل عادي. انا حطيت هدوم اهي في الغساله وهشغل عليها. ودلوقتي الساعه 6 بالظبط، الساعه 6 بالظبط بتاريخ 8 يناير، تمام. اللهم صل على النبي. انا دلوقتي هشغلها، انا هجيبها دلوقتي عشان هي فواتح، هجيبها على ال40 دي، مش عايزه ميه سخنه قوي. وطبعا انا بعمل نوز بيم بدون عصر علشان خاطر انا عندي الغساله دي بتتهز جامد جدا، لدرجه يعني انا بصوا حاطه عليها رخامه من فوق، لدرجه ان هي بتتهز جدا وبتعمل صوت، يعني بتتهز جامد وممكن تخرج من مكانها. حتى بصوا انا كمان حطاها على قاعده. فخلاص انا كده مش هعمل اي حاجه تاني، وهدوس بس تشغيل، ما بدوس على اي حاجه من دول تاني، تمام. طبعا ده لو انت عايزه الغسيل بيبقى هادي والكلام ده، احنا شرحنا الكلام ده كله. طبعا انا بقى هحط الاريال هنا، بسم الله. خلاص كده، هي كده بدات تسحب الميه، تسحب الاريال وخلاص. احنا معاكم دلوقتي، انا هسيبها شغاله، هي يعتبر بادئه دلوقتي الساعه 6 بالدقيقه، تمام. وهرجع لكم تاني بقيه الفيديو، هشوفها هتخلص امتى، وهرجع لكم تاني ونشوف اللي هو 30 قعد معانا قد ايه شغال مع فواتح، تمام. طيب كده الغساله خلصت معانا، والغساله تقريبا قعدت ساعتين ونص بتغسل، من الساعه 6 للساعه 8 ونص قعدت تغسل معانا، وهي خلصت دلوقتي اهي زي ما انتم شايفين الهدوم مبلوله اهي اهي. فطبعا بالنسبه لناس كتير كده، بالنسبه لهم ان البرنامج كده كبير جدا عليهم. طيب انا قلت لكم ان هنا طبعا انا مش عصره، علشان خاطر ان انا عندي الغساله زي ما انا قلت لكم ان هي بتتهز جامد، فهتلاقوا الهدوم مبلوله معانا. طيب هنا خلاص انا قلت لكم ان هي خلصت، معلش انا عندي التليفون فصل فاضطريت ان انا اكمل لكم بقيه الفيديو. طبعا هي هنا خلصت، وزي ما قلت لكم ان الغسيل مبلول، انا ما عصرتوش علشان خاطر قلت لكم ان الغساله عندي بتتحرك وكده. فانا هعمل ايه؟ هقفل الغساله وباجي هنا عند ده، تمام، سبين دي ماشي، وباجي هنا اسيبها عند 500 لفه زي ما هي، وبعمل تشغيل. دي كده بتعصر، بس انا بخليها، يعني انا ممكن اعمل كده وهي شغاله دايركت، لا، انا بعمل كده علشان خاطر انا بكون واقفه قدامها، بحيث ان هي لو اتحركت، واكيد حد عنده نفس المشكله دي زي ان هي لو اتحركت ان انا اقدر اتحكم فيها او اقفلها او امسكها وكده. فبس انا عليا ان انا بعصرها، بسيبها تعصر الهدوم وخلاص على كده. طبعا انا زي ما انا قلت لكم ان هي قعدت ساعتين ونص تغسل. طبعا تخيلوا بقى لو احنا جبناها على 90 هتبقى اكتر، على هدوم بيضه هتقعد تقريبا اكتر. فالحل الوحيد ان هي من بعد ال30 تبداي تغسلي بيها. ده طبعا الغسيل اللي هو الفواتح اللي هي مش اللي هي فاتحه قوي كمان، بس يعني انا شغلتها على ال40 دي كمان. خلاص هي كده هتبدا تعصر معايا الغسيل، وانا هخلي بالي وخلاص على كده. لو في اي حاجه ابعتولي في الكومنت، وارفعوا الفيديو برايك لو سمحتوا علشان يوصل للناس. واللي عايز اي حاجه ان شاء الله هبدا اصور لكم فيديو تاني، لو حد عايز حاجه تاني باذن الله. السلام عليكم.
خلاص انا خليتها عصرت الهدوم معانا علشان برضو نتاكد من العصر. انا جبت لكم وهي بتعصر، بس طبعا مش القوي. تمام. لان انا كمان ساعات ان انا بقفلها قبل ما تعصر جامد قوي قوي. فخلاص انا مستنياها بقى التكه بتاعت الباب. اهي خلاص عصرت معانا. طيب اهي خلاص كده هي عصرت معانا الهدوم اهي، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص. اهي خلاص مجرد ان احنا هنحطها في طبق وخلاص كده. لو في اي حاجه بقى زي ما انا قلت لكم ابعتولي في الكومنت وهرد عليكم.